صباح الخير ومرحبا بالمشاهدين مع الريتنج الاسبوعي واجدد اخبار المسلسلات التركية. ورجاء وقبل البداية رجاء لا تنسوا دعم الفيديو باللايك والاشتراك، لان اللايك والاشتراك مهمين جدا. مسلسل كبرى في مراكز متراجعة على مستوى العالم. وفي اليوم 18 من شهر يناير الجاري طرح للمشاهدة عبر الانترنت الدراما الرقمية الجديدة كبرى، في قصة مقتبسة عن قصة حقيقية لشخص يعاني من حالة نفسية ووساويس تقنعه بأنه هو المهدي، شخص الوساويس مسيطرة عليه. والقصة مأخوذة من كتاب داخل الميدالية للطبيبة النفسية جولسيران بودايجيولو، والمعروفة مؤخرا خلال السنوات الأخيرة من خلال المسلسلات التركية بقصصها النفسية الحقيقية. ومع طرح المسلسل منذ ذلك اليوم حتى يومنا هذا، المسلسل حاليا في المركز الثامن من بين المراكز العشر الأولى. أما وبالنسبة للمراكز التي حققها المسلسل في بعض الدول فكانت تتفاوت بين المراكز الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، والمسلسل لم ينل على المركز الأول إلا في تركيا فقط. وبالرغم من أن الممثل تشاتاي يتمتع بجماهيرية واسعة في دول أمريكا اللاتينية، إلا أن المسلسل لم يتقدم إلى مراكز أمامية هناك، حيث كان المسلسل بين المركز السابع والثامن في دول أمريكا الجنوبية، ذلك ولعدة أسباب، منها تفوق مسلسل ذا ماني على مسلسل كبرى، كون أن أبطال مسلسل ذا ماني يحظون بشعبية كبيرة في دول أمريكا اللاتينية. إيقاف رابع مسلسل على التوالي مع بداية العام الجديد. ومن بعد إيقاف مسلسل عدو الحب والنجوم بعيدة عني والقفص الذهبي مع بداية العام الجديد، هي سابقة من نوعها إيقاف هذا الكم من المسلسلات مع بداية العام. والآن الدور على مسلسل كم من السفن أحرقت، حيث اتخذت قناة شو التركية قرارها النهائي بإيقاف المسلسل وعدم تقديم الفرصة أو مساعدته على أن يستمر أكثر. وبهذا سوف يودع مسلسل كم من السفن أحرقت الشاشة عند الحلقة الثامنة، أي أنه تبقى حلقة واحدة فقط وهي حلقة يوم الأحد المقبل. وضحية الريتنج التالية هو مسلسل كرا، حيث من المتوقع إيقاف المسلسل عند الحلقة الرابعة أو السادسة أو الثامنة، حيث وبالنظر إلى نسب مشاهدة المسلسل للأسف من المستحيل أن توافق قناة شو باستمرار عرض المسلسل تجنبا للخسائر. موسم ثالث من مسلسل شراب التوت. هذه البشرى لمحبي مسلسل شراب التوت، حيث أكد وبشكل رسمي بأن مسلسل شراب التوت تجدد إلى موسم ثالث، حيث سينتهي الموسم الثاني في اليوم 28 من شهر يونيو القادم، ذلك وفي حال عدم حدوث أي تغييرات على قراراتهم. ومن ثم سيعود المسلسل بموسم ثالث في شهر سبتمبر القادم. هذا هو الجدول المبدئي الذي خططت له قناة شو بالاتفاق مع الشركة المنتجة لمسلسل شراب التوت، وهي شركة جولد فيلد. المسلسل الجديد الزوجة الثانية. المسلسل سوف يكون من إنتاج شركة ستيلر للإنتاج، وهي شركة متخصصة بإنتاج الدراما اليومية، وسوف تشارك في الإنتاج هذا المسلسل شركات أجنبية. وأوضحوا بأن هذه الدراما اليومية القادمة سوف تكون مختلفة عن المسلسلات اليومية السابقة، بل سوف تكون علامة فارقة في تاريخ المسلسلات التركية اليومية، حيث يبدو من تصريحهم بأن المسلسل سوف يتمتع بميزانية ضخمة نظرا لوجود 3 شركات إنتاج سوف تنتج المسلسل. وقريبا سوف يعلنوا عن أبطال المسلسل، ولكن من المتوقع بأن يكونوا ممثلين جدد نظرا لأنه مسلسل يومي. موعد مسلسل حبات اللؤلؤ 25 من شهر يناير الجاري. اتخذ هذا اليوم موعد للانطلاقة الرسمية لهذه الدراما التلفزيونية الجديدة، التي سوف تتحدث عن معلم سوف يسجن وضياع الأبناء بغياب الأهل عنهم. وطبعا كثر الحديث في الآونة الأخيرة بأن المسلسل قد يتفوق على جميع مسلسلات مساء يوم الخميس، نظرا لإعلان المسلسل الذي وصلت مشاهدته إلى أكثر من 26 مليون مشاهد عبر
عبر منصة التيك توك. وكل ما في الأمر سبب حصول إعلان المسلسل على هذا العدد من المشاهدين هو بأن قناة دي التركية روجت لإعلان المسلسل وبكثرة على التيك توك، حيث جميع من كان يتصفح التيك توك داخل تركيا ظهر له إعلان المسلسل، ومع ظهور الإعلان لهم بذلك نال إعلان المسلسل على هذا العدد الهائل من المشاهدين. ومسلسل حبات اللؤلؤ سوف يكون في منافسة شرسة مع أقوى 4 مسلسلات في مساء يوم الخميس، وهم حب بلا حدود والخيانة وخبئني وكرام. موعد مسلسل الحب، ومع نهاية هذا الشهر وتحديدا في اليوم 31 من شهر يناير الجاري سوف تبدأ قناة تيريتيبير التركية بعرض المسلسل الجديد الحب، بطولة فياض شريف أولو وسودي زلال جولار. وقصة المسلسل سوف يتم سردها من خلال كرة القدم للاعب الشهير ياسين ولقائه بحب حياته التي تسعى لحياة أفضل برفقة أطفالها، ومع اختيارهم لعرض المسلسل في مساء يوم الأربعاء. سوف يكون في المنافسة مع 3 مسلسلات وهم المؤسس عثمان ورائحة الصندوق وحياة الرائعة. وهذه الصور الأولى التقطت الأسبوع الماضي لأبطال مسلسل أسير الحب، ولكن والجديد تم تغيير اسم المسلسل وأصبح الاسم الجديد هو حكاية رماد، والمسلسل سيعرض في شهر فبراير القادم على قناة تيريتيبير. موعد مسلسل قبلك أنت 14 من شهر فبراير هو موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل قبلك أنت، ليكون ضمن المنافسة مع مسلسلات يوم الأربعاء وهم المؤسس عثمان ورائحة الصندوق وحياة الرائعة ومسلسل الحب. يا ترى من قد تكون شركة أراس في مسلسله الجديد؟ التحضيرات لمسلسل العبقري بطولة أراس بولت إنيملي مستمرة على قدم وساق، وهو أحد الإنتاجات القادمة قريبا على الشاشة من إنتاج شركة القمر، حيث التحضيرات بدأت تكون في وتيرة أسرع، ذلك من بعد طلب قناة شو التركية من شركة الإنتاج أن يكونوا على عجلة من أمرهم، حيث قامت قناة شو بإيقاف الكثير من مسلسلاتها بسبب عدم حصولها على نسب مشاهدة مرضية بالنسبة لهم من تلك المسلسلات، وعلى أمل بأن يكون مسلسل العبقري بديلا لتلك المسلسلات التي لم تنجح. وأحد الممثلات اللواتي قدم لهن بطولة مسلسل العبقري بجانب الممثل أراس هي الممثلة ديفرام أوسكان، وسبب ترشيحهم للممثلة ديفرام هو لعقد ظهورها الممتد ل4 سنوات مع قناة الشو التركية. مسلسل الممثلة بشرى الجديد، رسميا انضمت الممثلة بشرى إلى طاقم المسلسل الذي لم يعلن عن اسمه بعد، وهو من بطولة البيران دويماز وإنجين أستورك، لتكون بشرى شركتهم في البطولة، ليكون هذا ثاني اجتماع للبيران وبشرى من بعد مسلسل عندما يعشق الرجل، مع العلم بأن هذا المسلسل والذي سيكشف أكثر عن تفاصيله قريبا مثل القصة وغيرها هو من إنتاج شركة عالم الإنتاج، ومالك هذه الشركة هو الممثل قدير دولو. غضب عارم على الرقابة التركية. من أكثر المواضيع التي أثارت الغضب نجوم تركيا خلال السنوات الأخيرة هو الرقابة التركية، ووظيفتها هو تلقي شكاوى المشاهدين ومعاقبة القنوات والمسلسلات على المحتوى الذي اشتكى منه المشاهدين. وآخر مسلسل نال على أكثر عدد من الشكاوى هو مسلسل البراعم الحمراء، حيث فاقت عدد الشكاوى المرفوعة على المسلسل أكثر من 50 شكوى، وعلى إثر تلك الشكاوى تم إيقاف عرض المسلسل لمدة أسبوعين وفرض غرامة مالية على القناة وقدرها 300,000 دولار أمريكي. وفي الأيام الماضية خرج عدد من الكتاب والمخرجين الأتراك في مظاهرة رافضين لدور الرقابة، حيث بنظرهم بأن الرقابة تعيق عملهم، ولكن طبعا المظاهرة لن تجدي نفعا، حيث رأي الغالبية العظمى هو من يشكل الرأي الأهم بالنسبة للرقابة التركية وهم المشاهدين.
طموحي واختياري، والنجاح بيحب يدق ضري. جريوا لما سمعوا صوت عياري، اياك تفكر تسمع الفجري.